وطلبه الصف الثالث ثانوي. باكد على حضراتكم لكل طالب ثانويه عامه 2025 انا عايزك تضمن درجه الانجليزي، وده طبعا بدايه من كورس الجرامر وكورس الصوتيات اللي ان شاء الله هينزل لك ان شاء الله عندنا على القناه مستر احمد ابو سمره Unlimited English، انجليزيه بلا حدود. بنبدا مع بعض النهارده نكمل الكورس بتاعنا. المفروض ان احنا قلنا المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت ان احنا شرحنا مع بعض الكويستشن تاج، السؤال المذيل، وكمان خدنا جزء اليس اور نو كويستشن اللي هو السؤال بهل وازاي، هاو تو انسر يس اور نو كويستشن، ازاي نجاوب على السؤال بهل. هنبدا مع بعض دلوقتي ان احنا بشكل سريع ان احنا نحل مع بعض الاسئله الموجوده على الجزئين، وده طبعا نازل لك في البي دي اف في الكومنتات. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا في صفحه 16 page 16 choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 Not time does your class start. انا عايز طبعا كلمه استفهاميه ابدا بيها واجيب بعدها كلمه time. كلمه time طبعا بمعنى وقت، واسم المفروض اختار وات. What time does your class start؟ ما الوقت اللي الحصه بتاعتك بتبدا فيه. نمبر 2 رقم 2 sugar do you want. طبعا sugar ده اسم غير معدود، اسم لا يعد، تمام، والمفروض ان هو بيتقاس بالكميه، فعايز اقول كم كميه السكر do you want اللي انت عايزها in your tea في الشاي بتاعك. كم الكميه؟ يبقى how much للسؤال عن الكميه. ممكن نختار القلم الازرق. بعد كده نمبر 3 is your friend not؟ قال لي 18 years old، يعني ده سؤال والكلمه الاستفهاميه هنا اهي، ودي الاجابه على السؤال 18 years old. فاصبح طبعا انا عايز اسالك كم عمر صديقك، كم العمر يعني how old. تمام. بعد كده نمبر 4 broke this window. broke this window كسر هذا الشباك. قال لك the children، يبقى انا عايز اقول من الذي كسر هذا الشباك. طبعا ده سؤال من غير فعل مساعد، ده اللي انا اتكلمت معاكم المره اللي فاتت فيه، وقلنا ان عندنا بعض الاسئله يكون ما بيكونش فيها فعل مساعد زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. هنختار مع بعض who ونقول who broke. يا مستر مش المفروض كلمه استفهاميه ثم فعل مساعد او فعل ناقص ثم الفاعل وبعد كده الفعل الاساسي وتكمله الجمله، يعني 5 اجزاء في جزء ناقص اللي هو الفعل المساعد. ايوه، الجزء الناقص ده يا شباب علشان احنا مش عارفين من هو الفاعل. تاني احنا معانا كمان جزئين مش جزء واحد، اللي هو الفاعل مش موجود وكمان الفعل المساعد مش موجود. طبيعي لما نكون مثلا بنسال عن من قام بالفعل، مين اصلا اللي من قام بالفعل؟ الفاعل. تاني الفاعل هو من قام بالفعل. لما اجي اكون بسال عنه، يعني لما بسال عن من قام بالفعل، من الذي كسر الشباك؟ ممكن يكون فرد، ممكن يكون فردين، ممكن يكون فلان، ممكن يكون فلانه، صح ولا لا؟ فاصبح ان انا بسال عن الفاعل، والفاعل اساسا مجهول مش موجود في الجمله، فطبيعي الفاعل مش موجود، مش هقدر ان انا احدد الفعل المساعد اللي انا محتاجه في السؤال، صح ولا لا؟ فاصبح خلاص بدل انا بسال عن الفاعل والفاعل مش موجود وبسال بكلمه هو، يبقى خلاص كمان الفعل المساعد مش هيكون موجود، وبالتالي الفعل محطوط في التصريف الثاني اللي هو V2، تصريف ثاني للفعل في الماضي broke. يبقى who broke this window؟ من كسر هذا الشباك؟ قال لي the children، الاطفال. نمبر 5 do you plan to stay in Paris؟ عايز اقول له هل انت تخطط للاقامه في باريس؟ قال لي for 2 days، لمده يومين. يبقى كام المده اللي انت ناوي تقعدها في باريس، في باريس؟ معانا طبعا كام المده، how much لا، how many لا، how long كام المده، يبقى how long do you plan to stay in Paris. Number 6 not was he absent. absent يعني منزعج because of his illness. يعني كده سوري، absent هنا مش absent، لا دي absent يعني غائب، غائب ما جاش، يعني ما جاش الحصه مثلا او جاش المدرسه because of his illness، بسبب مرضه، وبيكاز of ياتي بعدها اسم زي ما انت شايف كده his illness يعني مرضه، وهو ما جاش بسبب مرضه. يبقى لماذا هو كان، تمام كده، او لماذا، تمام، ممكن نقول why، لماذا why was he absent. Number 7 car is this. ركز لو سمحت، it's my brother's. يعني it's my brother's انها خاصه باخي، يعني العربيه دي بتاعت اخويا. يبقى whose car is this؟ للسؤال عن الملكية نستخدم كلمة الاستفهام whose. Number 8 is that weather like؟ very fine، الإجابة على السؤال very fine. very fine، ليه very fine؟ نقرب لك شوية عشان نشوف أكتر. very fine يعني لطيف جدا، الجو جميل. أنا عايز أقول مال الجو عامل إيه النهاردة؟ يبقى what is the weather like؟ what is the weather like؟ Number 9 did، بسم الله الرحمن الرحيم. Number 1 did the car accident take place؟ معانا فعل مركب اسمه take place phrasal verb بمعنى يحدث. فعل مركب بمعنى ايه؟ يحدث. تاني اهو، معانا فعل take place بمعنى يحدث، فبقول لك did. طبعا ده في الكلمه دي فعل مساعد، فالمفروض في كلمه استفهاميه قبلها. هنشوف دلوقتي ما هي الكلمه الاستفهاميه. الاجابه last night. last night يعني الليله الماضيه. انا عايز اقول الاكسيدنت او the car accident، حادث السياره، متى حدث؟
حدث امتى؟ الزمن، مثلا زمن قال لي last night يبقى how ولا why ولا where ولا when، يبقى when did the car accident take place. بعد كده معانا نمبر 10 مع is علي fond of، قال لي collecting stamps. يعني collecting stamps، collecting يعني جمع، stamps الطوابع. يبقى what is علي fond of، where علي fond of، when is علي fond of، why is علي fond of. معانا بعد كده نمبر 10 is علي fond of collecting stamps. يعني ايه collecting stamps؟ collecting يعني جمع، stamps يعني الطوابع. طب يعني ايه fond of يعني مغرم بيه، مغرم، يا سلام، مغرم بيه او مولع بيه. عايز اقول الولد علي ده مغرم بيه او بيحب ايه؟ يبقى what is علي fond of؟ قال لي collecting stamps جمع الطوابع. نمبر 11 does Sally go to the library؟ قال لي twice a day، مرتين، twice يعني مرتين في اليوم، a day. طبعا يبقى انا كده بسأل عن عدد المرات، يبقى how often does Sally go to the library؟ كم مرة سالي تذهب للمكتبة؟ قال لي twice a day. بعد كده معانا النمبر 12، معانا رقم 12 is the capital of Egypt، هي عاصمة مصر. هي عاصمة مصر كايرو، القاهرة. يبقى how ولا where ولا what ولا when؟ قال لي what is the capital of Egypt؟ ما هي عاصمة مصر؟ قال لي كايرو. نمبر 13 رقم 13 معانا children are there in the park. قال لي 9 يبقى انا هنا بسأل عن عدد الاطفال الموجودين، لان there بمعنى يوجد، ناس خدناها كتير في المرحله الاعداديه. there بمعنى يوجد، وفرق ما بينها ما بين اسماء الاشاره، ضمائر الاشاره زي زي these وذوس اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير، تمام. فرق وذير، فرق ما بين كل حاجه بتبدا بالتي اتش، سواء these او those او their او they، تمام. ومعانا هنا their بالار بقى their، وفي الاخر حرف اي زي ما انت شايف، يبقى بمعنى يوجد. بمعنى ايه؟ يوجد، تمام. معانا هنا بنقول كم عدد الاطفال، كم عدد يعني how many، كلمة children اسم معدود، فنسأل طبعا الاسم المعدود كم عدد الاطفال are there in the park، الموجودين في البارك. بعد كده بيقول لي reorder to make sentences، اعد الترتيب لتكون جمل. دلوقتي هنرتب مع بعض عشان نكون جمل. طبعا السؤال مش مدرج عندنا في مواصفات الامتحان الخاصه ولا بالمرحله الاعداديه ولا بالمرحله الثانويه، بس ده هيفيدك اكتر ان حضرتك تكون جمله صحيحه، تعمل سؤال في سؤال الدايلوج سواء في المرحله الاعداديه او في المرحله الثانويه، بس ده للثانويه الازهريه. طلبة الثانوية الأزهرية ركز معايا كويس جدا في الجزء ده، لأن معظمكم مش بيعرف برضو يحل الدايلوج، لأن الدايلوج بيبقى صعب شوية أو موجود في المرحلة الثانوية، وبسبب طبعا المرحلة الإعدادية كان بالنسبة لكم كان دايلوج بسيط أو اتنين بس، مجرد سألوا سؤال وحد رد عليه وانتهى الموضوع. لا، الموضوع هنا عايزين إن احنا نتمرن كويس قوي على تكوين السؤال، والسؤال زي ما قلنا له 5 أجزاء. نبدأ مع بعض الكلمة الاستفهامية. هنرقم بقى على طول، مش هنكتب الجملة عشان الوقت الفيديو بس ما يكونش طويل. تمام، ده كويس. how many كم عدد، how many cars كم عدد السيارات، طبعا بتبقى كم عدد السيارات اهو. يبقى انا كلمه استفهاميه how many، لما اجي اسال عن عدد شيء ما بكلمه how many لازم احط الحاجه اللي انا بسال عددها الاول. how many cars يعني حطيت cars بعد كلمه how many، لان انا بسال عن عدد السيارات. how many cars كم عدد السيارات does your number 5 your father does your father اللي باباك does your father have اللي باباك بيمتلكها. يبقى how many cars does your father have. number 2 how تمام. how much دايما لما تختار how او what دور لو ليها جزء تاني في السؤال. يعني احنا بندور هنا مثلا، احنا نرتب تدور هل في جزء تاني للكلمه الاستفهاميه ولا لا، هل في جزء تاني للكلمه الاستفهاميه ولا لا. how بس ولا how much طبعا. how much does طبعا نجيب بقى الفعل المساعد does. how much does this dress كم هذا الفستان this dress او number 5 يتكلف cost، الفعل cost يتكلف، يبقى how much this dress how much does this dress cost كم يتكلف هذا الفستان. الجملة رقم 3 بنقول how long كم المدة. طبعا دي برضو كلمة استفهامية مركبة how long وعندي كمان فعل ناقص يبقى how long well بعد كده الفاعل يبقى how long will you ضمير فاعل اهو تبقى number 4. how long will you stay كم المدة اللي انت هتقعدها او هتمكثها in London في لندن، يبقى ده number 5 وده number 6. بعد كده معانا number 4 رقم 4 بنقول what. نبدأ طبعا بكلمة what طبعا دايما بتبدأ طبعا بالكلمة الاستفهامية. what is your last name
Number 5 رقم 5 What is your email address? What is your email address؟ تمام. وبكده نكون انتهينا من الحل على ال yes or no how to answer yes or no question. بعد كده نبدأ مع بعض في حل ال question tag اللي هو السؤال المذيل. هيكون معانا بعض الأسئلة شيقة إن شاء الله هتعجبكم، بس عايز تركز معايا كويس جدا عشان مش عايزين نغلط خالص في حل الأسئلة. معانا هنا choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Number 1 The little girl البنت الصغيرة is playing with her sister تلعب مع أختها أليس كذلك؟ معنا طبعا the little girl is، معنا طبعا هنا is فنختار طبعا في السؤال المزايل isn't، يبقى isn't she. Number 2 he never helps هو لا يساعد أبدا. كلمة never بتفيد النفي، مظبوط كده؟ فأصبح إن الجملة منفية. دي جملة أصلا في زمن إيه؟ قال لي يا مستر الفعل مضاف له اس، يبقى ده مضارع بسيط. جملة مضارع إيه؟ بسيط present simple، مظبوط ولا لأ؟ تمام. مضارع بسيط he never helps. المضارع البسيط معانا فعلين مساعدين في المضارع البسيط do و does. معانا طبعا he فيبقى does. تمام. نحط بقى does ولا doesn't؟ قال لي والله الجمله منفيه، يبقى نحط الفعل المساعد بتاعنا مثبت يبقى does. فنختار من تحت طبعا ايه؟ does. اول واحده. Number 3 ريهام ate little food. ريهام اكلت little food طعاما قليلا. تمام مفيش مشكله. ate في الماضي. تمام. والجمله منفيه ولا مثبته؟ قال لي ليتل يا مستر بتفيد النفي. ليتل بتفيد الايه؟ النفي. ليتل بس مش ليتل. تمام. بتفيد النفي يعني الجمله تعتبر منفيه، فانا اجيب بقى الفعل المساعد بتاعي ايه؟ ماله؟ مثبت يبقى did. Number 4 you apostrophe d better. انا قلت لك من شويه ان الابوستروفي دي better تمام اختصار لكلمه had better، فاصبح معانا هنا you apostrophe d better study يبقى had you ولا hadn't طبعا منفيه يبقى hadn't you. Number 5 you apostrophe d rather. طبعا كده الابوستروفي دي اختصار لايه؟ انا قلت لك معانا ان احنا عندنا الابوستروفي دي ممكن تكون اختصار لكلمه had وممكن would. طبعا هنا جاي بعدها rather يبقى would، جاي بعدها better تبقى had بالشكل ده كده. تمام. بعد كده معانا نمبر 6 I'm studying my lessons now. أنا أدرس أو أذاكر دروسي الآن. تمام. مضارع مستمر I'm studying. المفروض إن نعمل إيه؟ المفروض إن أنا أجيب am وأنفيها هنا الناحية التانية عشان الجملة مثبتة وأقول am not I. ينفع am not I؟ لا ده هو أصلا حاطط له I وما ينفعش السؤال المزايد زي ما قلت لك يكون مكون من 3 أجزاء، فنختار معانا إيه؟ aren't. ممتاز. نختار الأزرق. Number 7 I'm not playing now. أنا لست ألعب الآن. هنا بقى I'm not منفية، صح ولا لأ؟ طيب لو هي منفية المفروض إن إحنا بنوديها هناك تبقى مثبتة أهو am I. فيها مشكلة كده؟ موجودين أهو am و I، مظبوط يبقى زي الفل am هي الصح. تمام. نجيب معانا اللون الأخضر نكبر حجمه شوية، أنا شايف إن هو أفضل يعني. تمام. بعد كده number 8 Your sister watches. كلمة watches أو الفعل watch يشاهد جاي هنا في مضاف له إيه؟ ES عشان your sister أو my sister مفرد. كلمة sister مفرد. watches TV معنى كده زمان إيه؟ مضارع بسيط لسه هنشرحه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية بإذن الله. معنا في الحلقة دي. تمام. يبقى your sister watches TV every day. أختك تشاهد التلفاز كل يوم أليس كذلك؟ طبعا جملة مثبتة فنجيب طبعا الفعل المساعد بتاعنا يكون إيه؟ منفي يبقى doesn't she. تمام. نكمل بعد كده نمبر 9 let's go to the park. هيا بنا نذهب لذا بارك اللي هو طبعا الايه؟ ذا بارك الحديقه. عندنا طبعا هنا let's اقتراح يبقى الاقتراح معانا shall we. بعد كده نمبر 10 open the door please وده جمله امريه open the door افتح الباب من فضلك يبقى طبعا will you. تمام. بعد كده معانا write and complete form of abbreviated helping or modal verbs. بيقول لك طبعا اكتب الكومبليت فورم اللي هو الشكل الكامل من ال abbreviated helping or modal verbs من الافعال المساعده او الافعال الناقصه الاختصار بتاعتها، يعني الافعال المساعده او الناقصه المختصره. فاحنا نكتب بقى الشكل الكامل للاختصار ده. يعني مثلا معانا هنا apostrophe m ده اختصار لايه؟ اختصار لام مفيش مشكله. is eating الابوستروفي اس هنا اختصار لايه؟ لاز ونكمل eating وهكذا. apostrophe s sad يبقى is برضه is sad. تمام مفيش مشكله. apostrophe اس علي تمام برضه يبقى is. تمام. طب بص كده apostrophe اس جاي بعدها eaten. يعني ايه eaten ده؟ تصريف ثالث. الصف الثالث الاعدادي والصف الاول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي معانا زمن اسمه المضارع التام. زمن المضارع التام بفكرك بيه بيتكون من have وهاز زائد التصريف الثالث الفعل. يعني have او has يعني معانا verb to have كhelping verb فعل مساعد معانا في الزمن ده.
لما يكون بقى قدامك ابوستروفي اس بعدها تصريف ثالث، فاصبح ان الابوستروفي اس دي مستحيل، مش مستحيل ولا حاجه، عشان ممكن تكون مبنيه للمجهول، ممكن تكون از وممكن تكون هاز. يعني في احتمالين ان هي ممكن تكون از لو الجمله مبنيه للمجهول، وممكن تكون هاز لو الجمله في زمن المضارع التام. حته مهمه جدا جدا تمام للطلبه الشاطرين اللي يعرف يفرق الابوستروفي اس، هل هي اختصار لهاز ام هل هي ابوستروفي اس الملكيه ام هل هي اختصار لاز فيرب تو بي. تمام. نمبر 6 apostrophe ار اي يبقى ار، apostrophe في اي have ده للتمرين. I'd like would like would يبقى هنا طبعا apostrophe دي باختصار لwould، وكمل طبعا اكتب كلمه like. apostrophe دي played طبعا معانا الفعل played برضه تصريف ثالث او تصريف ثالث، فاصبح هنا الابوستروفي دي بقى اختصار لهاد، ده زمن اسمه الماضي التام. الماضي التام طلبه الصف الاول الثانوي، بدايه من الصف الاول الثانوي خدوا الماضي التام، وان شاء الله نشرحه مع بعض يعني ايه ماضي تام. ابوستروفي دي بيتر، فاصبح الابوستروفي دي برضو ايه؟ هاد، لان التعبير اسمه هاد بيتر بيساوي كلمه شود يستخدم النصيحه. ابوستروفي دي رادر، هنا الابوستروفي دي اهو نكبر لك شويه عشان الناس اللي مش شايفه، انا حاسس ان بعض الناس مش شايفه اهو يا سيدي. ابوستروفي دي رادر، فاصبح طبعا ان كلمه رادر هنا تمام هتخلي الابوستروفي دي تبقى ايه؟ وود مفيش مشكله. طيب ابوستروفي دي بريفير يفضل، تمام، يبقى عندنا وود بريفير تمام يفضل. ابوستروفي ال طبعا هتصل لي كلمه ايه؟ واو مفيش مشكله. طيب نمبر 9 رقم 9 want، طبعا ده وكلمه want اختصار لكلمه well ونوت، يعني كلمتين well ونوت مع بعض. كان طبعا ده اختصار لكان وكلمه نوت، ولما بنيجي نختصر طبعا نوت مع كان بنحذف حرف ان من الموجود عشان ما يكونش 2 ان ورا بعض، يعني زي ما انت شايف كده كانت مضاف لها ابوستروفي تي بس، ركز في النقطه دي تمام مفيش مشكله. طيب بعد كده بيقول لك find a mistake in the tag questions below، يعني اوجد الخطا in the tag questions في الاسئله اللي انت شايفها دي below بالاسفل. نمبر 1 نبدا من اول رقم 1، شيل بس الايد دي. نمبر 1 they live in Cairo، هم يعيشون في القاهره، وهنا طبعا aren't they غلط فاعملها don't they. ليه بقى يا مستر؟ لان ده زمن ايه؟ live يعيش، زمن مضارع ايه؟ بسيط، فاصبح طبعا ان ده مضارع بسيط فننفي الجمله بدونت او doesn't، طبعا معانا they يبقى ننفي بكلمه don't يبقى don't they. تمام. بعد كده معانا نمبر 2 رقم 2 he didn't buy the chairs، هو didn't buy the chairs يعني لم يشتري الكراسي، تمام كده. doesn't they معانا طبعا doesn't they بيقول لك قاعد تصحيح الخطا. فين الخطا اصلا يا مستر؟ هو ما علمنيش على الخطا، انت حضرتك اللي بتطلع الخطا. احنا معانا هنا المفروض هنا didn't، فالمفروض تكون هنا ايه؟ did مش doesn't، يعني المفروض اجيب did واقوم قايل did، طبعا did they، يعني السؤال المزايل معانا هنا هو الخطا. طيب نمبر 3 we are late do we، ينفع do we تمام مظبوطه زي الفل اهو we مفيش اي مشكله فيها، قال بس حجم الخط حجم القلم شويه. we are late do we تمام مفيش مشكله. طيب ينفع هنا are، المفروض are دي نخليها هناك aren't، يبقى الاجابه هنا المفروض تكون aren't we تمام. he can't swim does he can't swim does he يا مستر ده فعل ناقص اهو، فالمفروض احنا نحط هناك ايه؟ كان، يبقى كان he تمام. she was a student، هي كانت طالبه isn't she تمام. قال لي was هنا يا مستر ينفع تخليها isn't؟ لا احنا عايزينها wasn't، يبقى wasn't she. ركز معايا الدنيا جميله وسهله وبسيطه. التاج question يعني السؤال المديل، ممتاز، اسهل حاجه ممكن اصلا تاخدها كقاعده معاك في المنهج الاساسي بتاعك. نمبر 6 توماس راى a movie، راى فيلما wasn't he اليس كذلك. معانا so هنا في الماضي، فالمفروض ان احنا ما ننفيش wasn't، ده فعل اساسي، المفروض ان يا مستر ننفي في الماضي لما يكون في فعل اساسي ننفي بكلمه didn't او didn't he تمام. he couldn't answer the question، هو لم يستطع ان يجاوب على السؤال. he couldn't answer the question تمام. did he اليس كذلك، طبعا معانا هنا couldn't فاعملها هنا كده could او could he مفيش مشكله. طيب نمبر 8 مستر نادر was late، مستر نادر كان متاخرا wasn't she اليس كذلك. معانا طبعا هنا was، المفروض تحط هناك تبقى wasn't مظبوطه. طب مستر نادر ينفع نشرب شيء؟ ينفع راجل يا راجل عيب، هي يبقى wasn't he. ممكن الغلط يكون في الضمير، ركز في ضمير الفاعل اللي انت بتجيبه في السؤال المزيل. نمبر 9 they had dinner، هم تناولوا العشاء were they اليس كذلك. ينفع had دي اصلا في الماضي، ده فعل اساسي يا مستر، فعل اساسي مش فعل مساعد، ده هنا يا شباب فعل اساسي بمعنى تناولوا في الماضي. تناولوا العشاء، تناولوا يعني في الماضي، يعني المفروض لو الجمله دي مثبته ننفي احنا بكلمه ايه؟ didn't. برافو عليك ممتاز.
didn't they بالشكل ده كده. معانا النهارده زمن المضارع البسيط، هو من اهم الازمنه على الاطلاق وموجود في جميع المناهج، وكل سنه حضرتك بتاخد زمن المضارع البسيط بشكل من الاشكال ويضاف لك عليه بقى معلومات اضافيه وخلافه. على العموم زمن المضارع البسيط هو من ابسط الازمنه لانه اول زمن موجود في اللغه الانجليزيه وهو زمن المضارع البسيط. I go to the park every week. I go to the park انا بروح الحديقه دي كل اسبوع. كل اسبوع معنى كده ان انت فهمت من الجمله بتاعتي ان دي عاده بالنسبه لي، عاده انا بعملها كل اسبوع ان انا بروح الحديقه الفلانيه او the ازهر بارك. الازهر بارك حديقه الازهر بروحها كل اسبوع مثلا، يعني that's for example. تمام، يبقى زمن المضارع البسيط في الاساس بيعبر عن العادات، الحاجات اللي بتتكرر بصوره مش هنقول مستمره بس بصوره روتينيه، حاجه بتتكرر معاه بصوره روتين. والله يا مثلا انا يا جماعه انا بغسل سناني sometimes، احيانا I sometimes brush my teeth. معنى كده ان هي عاده بالنسبه لي احيانا ان انا بغسل سناني. فاي حاجه عايزين نعبر عنها وهي عاده او حاجه في روتيننا اليومي او حاجه بتتكرر بصوره دائمه سواء هي حقيقه او احداث متكرره هنعبر عنها بزمن المضارع الايه البسيط. عندك مثلا مثال I go to school by bus، كده انك فهمت من الجمله دي انك رايح المدرسه بالاتوبيس ودي عاده بالنسبه لك، اهو متعود تروح كل يوم المدرسه بالاتوبيس، او I go to school by bus. لما انا قلت لك I go وحطيت الفعل في المصدر كده مضارع تمام بدون اضافه عشان I، فاصبح انت عرفت ان ده زمن المضارع البسيط، وزمن المضارع البسيط بيعبر عن عاده، معنى كده انا متعود اروح المدرسه بالاتوبيس. عندنا some examples هنا بيقول لك قبل ما بس ما نبص على الاكزامبلز، يعبر زمن الماضي البسيط عن عاده وتكرار ولا يعبر عن حدث يحدث في الوقت الحالي. الحدث اللي بيحدث في الوقت الحالي فقط ومستمر في الحدوث ده اسمه زمن ايه؟ مضارع مستمر. في فرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. تمام، معانا هنا some examples بعض الامثله. I get up at 7. I get up at 7 انا استيقظ الساعه 7. The sun rises، معانا الفعل rise زي ما انت شايف كده مضاف له ايه؟ اس. ليه؟ عشان the sun مفرد، لسه هنشوف الكلام ده ان شاء الله في التكوين. The sun rises from the east، يعني الشمس تشرق من the east من الشرق وتغرب طبعا من الغرب. تمام، مش هيحصل عكس كده غير يوم القيامه ان شاء الله. الجمل اللي فاتت دي بنفهم منها ان دي عادات بتتكرر، سواء ده انا اللي بعمل العاده او سواء الحاجه دي بتحصل بصوره روتينيه كل يوم او حاجه مثلا في الطبيعه انا ماليش دخل بيها سبحان الله. تمام، ان الشمس تشرق from the east تمام من الشرق وهكذا. تمام، بعد كده معانا التكوين الفورم بتاعنا، شكل الجمله بيكون عامل ازاي في المضارع البسيط. والله المضارع البسيط بيتكون من جزئين بس، فاعل بس زمن بسيط اهو، فاعل. مضارع بسيط يعني نحط الفاعل وبعده الفعل. I go، we swim، we drink، we eat، they play. بس كده، بس بسيط جدا، زمن مضارع بسيط. تمام، طب ركز معايا بقى كده لو سمحت. اهو الجمله عندنا في المضارع البسيط تبدا بالسبجكت. يعني ايه سبجكت؟ يعني فاعل. بعد السبجكت هتحط البيس اوف ذا فيرب. يعني ايه بيس اوف ذا فيرب؟ مصدر الفعل، الفعل في المصدر الانفينيتيف، مفيش مشكله. تمام، هنحط المصدر بعد الفعل مباشره. قال لي يا مستر المصدر ده بقى ساعات بيضاف له اضافه سفكس لاحقه. ايه هي اللاحقه دي؟ بيضاف له مثلا اس، اي اس، اي اس. طب وامتى الكلام ده؟ امتى بنضيف له اللاحقه اللي هي حرف الاس؟ خلي بالك اللاحقه اسمها اس. الاس دي بقى ممكن نضيفها اس بس، ممكن نضيفها للفعل اي اس لو الفعل بينتهي بالاس اتش او السي اتش او الاكس او الاو او الاس وخلافه. وممكن نضيف السافكس اللاحقه اللي هي الاس على هيئه او شكل اي اس لو الفعل كان منتهي بحرف الواي وقبله حرف ساكن، بنحذف حرف الواي ونضع اي اس. يعني انا عندي من الاخر بنضيف للفعل سافكس لاحقه حرف اس. تمام، طب امتى الكلام ده؟ قال لي والله لما الفاعل يكون مفرد، هي شي ات. اهو ركز معايا كده، الضمائر الاول عايزين نتعرف يعني ايه فاعل اصلا، يعني عايزين نتعرف على الاجزاء بتكوين زمن المضارع البسيط. احنا قلنا زمن المضارع البسيط يتكون من ايه؟ من السبجكت. يعني ايه سبجكت؟ يعني فاعل. تمام، مفيش مشكله. وهنحط البيس اوف ذا فيرب، يعني شكل الفعل، شكل الفعل في شكل المصدر، اساس الفعل، الشكل الرئيسي للفعل، مفيش مشكله. تعال نعرف الاول يعني ايه فاعل. قال لي الفاعل يا مستر في اللغه الانجليزيه ممكن يكون ضمير، ممكن يكون اسم، بس كده. الفاعل في اللغه الانجليزيه ضمير او اسم، ضمير او اسم. قال لي يا مستر لو الفاعل بتاعنا ضمير يبقى هي شي ات اي وي يو
they. كلام زي الفل. طب هم يا مستر هنا اشمعنى؟ نجيب بس الاستيكه ونكبرها شويتين 3 4 5 كده عشان نمسح سريعا. بص كده تاني عشان اعلمك عليهم تاني. ها هنا قسمناهم لمجموعتين، هي شي ات ده مجموعه، المجموعه الثانيه اي وي يو they. انا عايزك تقسمهم التقسيمه دي في زمن المضارع البسيط. في زمن المضارع البسيط هي وشي وات ياتي بعدهم the pace of the verb، شكل الفعل في المصدر تمام، بس مضاف له اس. بس مضاف له ايه؟ اس يا مستر. معنى كده والاسم المفرد معاهم، لسه هنضيف الحته دي ما علينا. المهم الهي والشي والات والاي والوي واليو والذي دول كلهم ضمائر الفاعل، السبجكت بروناونز. اول ناس شرحناها في اول حلقه، ارجع لاول حلقه لو عايز تراجع عليهم تاني، وده يعتبروا فاعل، ضمائر فاعل. والفاعل كمان ممكن يكون اسم، ممكن يكون مفرد، احمد كات صح ولا لا؟ ممكن يكون طبعا عاقل او غير عاقل، ممكن يكون جمع لاينز تمام غير عاقل اهو. طب جمع عاقل علي انصاره، بقول الاثنين مع بعض جمع وهكذا. طب الفعل الاساسي يعني ايه فعل اساسي؟ قال الفعل في شكله الاساسي بدون اي تصريف. الفعل يا جماعه بالمناسبه له 3 اشكال، الفعل بتاعنا له 3 اشكال وهم بص كده يا سيدي. عندنا فعل مثلا مثال جو رقم 1، V1 went V2 يعني فيها تصريف تاني، gone V3 يعني V3 وV1 وكلام من ده. قال يا مستر دول تصريفات الفعل، اي فعل سواء منتظم او غير منتظم له 3 تصريفات الا الافعال الناقصه. الافعال الناقصه لها تصريفين بس، عشان كده بنقول عليهم افعال ناقصه. المهم V1 V2 V3 go went gone go went gone اهو نقربك شويه. go went gone V1 V2 V3 نفس الكلام معانا في الفعل play V1 play V2 played V3 played. ده منتظم وده غير منتظم مفيش مشكله. يبقى عندنا الفعل له 3 اشكال تمام. مصدر الفعل V2 تصريف ثاني للفعل، V3 اللي هو الباست participle تصريف ثالث للفعل تمام. معانا بس نرجع نزوم تاني. قال لك اللي احنا محتاجينه بقى هنا الفعل اللي باللون الاحمر ده، احنا محتاجينه في زمن المضارع البسيط، محتاجين الفعل اللي باللون الاحمر ده اللي هو جو او بلاي، محتاجينه في المصدر بس، ده اللي احنا محتاجينه في المضارع البسيط. اهو الاي والوي واليو والذي ياتي بعدهم فعل في المصدر ومعاهم الاسم الجمع. يبقى تاني الاي والوي واليو والذي واي بلورال ناون اسم جمع ياتي بعدهم الفعل في المصدر. اهو I play we eat they paint you write. هل انا ضفت حاجه للفعل؟ هل غيرت حاجه في شكل الفعل الاساسي؟ لا ولا اي حاجه، هو زي ما مضارع بسيط كده. I play we eat they paint. مثلا ممكن اقول مثلا I play football بلعب كوره والله يا جماعه، دي عاده بالنسبه لي. we eat نحن ناكل we eat fish احنا بناكل سمك، يعني العادي بتاعنا في عيلتنا ان احنا بناكل السمك عادي. they paint هم مثلا paint مثلا their house تمام منزلهم every year كل سنه بيغيروا الديكور بيدهنوا البيت. you write انت تكتب you write your homework by yourself انت في العادي انك بتكتب واجبك بنفسك وهكذا. كل ده بنعبر عن عدد وهكذا. نفس الشيء مع الاسماء الجمع زي ما انت شايف اهو. ذا بويز امثله بقى على الاسماء الجمع. ذا بويز جمع ولا مش جمع؟ جمع يا مستر. ياتي بعدهم برضه الفعل ايه؟ في المصدر. علي انصاره جمع ولا مش جمع؟ جمع يا مستر، يبقى ياتي بعدها فعل في المصدر جو. ذا كاتس جمع ولا مش جمع؟ الا مستر جمع يا مستر، يبقى ياتي بعدها الفعل برضه ايه؟ في المصدر زي ما انت شايف. بعد كده طبعا معانا هي شي ات نضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. تاني الهي والشي والات، الهي والشي والايه والات ياتي بعدهم الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس. معانا 3 اضافات اهو، ركز معايا لو سمحت. اس اي اس اي اس 3 اضافات بنضيفهم من الفعل الاساسي. ليه؟ عشان الفعل لما يكون هي او شي او ات او اسم مفرد نضيف للفعل اس. او هي plays she goes. ده مش معنى ضفت ايه اس يا مستر؟ عشان كان اخر الفعل حرف او. it flies هنا ضفت ايه؟ اي اس. طب اشمعنى؟ اصل الفعل كان اسمه fly يعني يطير، وكان اصل الفعل اخره حرف ايه؟ حرف واي. طب لما يجي بقى اشوف الفعل اخره حرف واي بحذف حرف الواي واحط اي اي اس تمام. وهكذا نفس الشيء مع الاسم المفرد. معانا برضه هنا نفس الكلام. ساره اسم مفرد اهوت، لازم احط الفعل ايه؟ اس او اس او اس في زمن البريزنت سمبل زمن المضارع البسيط. يبقى ساره goes to school she plays tennis. she برضه جاي بعدها الفعل مضاف له اس she plays tennis with علي. بعد كده معانا شكل السؤال، شكل الكويستشن. السؤال معانا زي ما انت شايف كده do does. معانا طبعا السؤال بدو وداز، بنسال بدو او بداز، دول افعال المساعده الخاصه بالمضارع البسيط. يبقى تاني لما بنيجي نعمل سؤال في المضارع البسيط طبعا احنا بنيجي نعمل سؤال في العادي بنستعين بالفعل المساعد الموجود داخل الجمله. طب لو جمله المضارع البسيط اصلا ما فيهاش فعل مساعد ولا فعل ناقص، I play football ما فيهاش فعل مساعد، فيها فعل اساسي بس play، اعمل ايه؟ هستعين بالفيرب تو do له شكلين زي ما انت شايف كده do و does. يبقى عند السؤال نستخدم do او does. طيب
ركز معايا كده، دو اخرها حرف ايه؟ او، مفيش مشكله. طيب والداز اخرها اي اس. ايه ده؟ يعني هي دو بس مضاف لها اي اس. امتى الفعل بيتضاف له اس؟ لما يكون مع الهي والشي والات والاسم المفرد، صح ولا لا؟ في حاله السؤال يا صاحبي هنحط الفعل في المصدر. فعل الجمله الاساسي هيكون في المصدر حتى لو الفعل كان هي وشي وات. اشمعنى؟ عشان خلاص احنا لما جينا نعمل سؤال في زمن المضارع البسيط، جبنا فيرب تو دو عشان يساعدنا. فالفيرب تو دو جه عادي خالص مع الاي والبي واليو والذي، وجي وقف في اول الجمله عشان يعمل سؤال. لكن لما جينا نستعين بالفعل دو وقلنا تعالى يا فيرب تو دو عشان تعمل سؤال في زمن المضارع البسيط مع الهي والشي والات، الهي والشي والات قال لك احنا كرماء قوي وهنضيفك يا عم الحاج دو، وجابوا له على طبق كده حرف اس. قالوا اتفضل. حرف الاس ده احنا كنا بنديه للفعل الاساسي بتاعنا في الجمله الخبريه. في جمله الاستفهام علشان انت جاي تساعدنا وجاي تعمل معانا واجب وتعمل سؤال، هنديك حرف الاس. فبقى اسمه بالتالي اسمه ايه؟ داز، كان اخره او فضفنا له اي اس. تمام. اصبح الفعل بتاعنا مع جه في الجمله بقى وجه في السؤال ما لقاش حاجه ياكلها، بقى في المصدر. يبقى تاني، فعل السؤال او الفعل الاساسي الموجود في السؤال في زمن المضارع البسيط او الماضي البسيط في الازمنه البسيطه بشكل عام بيكون في المصدر في حاله السؤال وفي حاله النفي، لان برضه في النفي احنا بنستعين بفيرب تو دو اللي هو الفعل دو، فبالتالي برضه بننفي معانا بدونت وبدازنت في زمن المضارع البسيط. تمام. ركز بقى في الاسئله دي. دو او سالنا هنا بدو، طب اشمعنى دو؟ عشان يو. طب هنا سالنا بايه؟ بداز. طب اشمعنى داز؟ عشان ده فيلم مفرد. طب هنا سالنا بدو، طب اشمعنى؟ عشان يو. طب هنا دو عشان ذي. طب هنا دو عشان ذي. يبقى احنا بنسال بدو او بداز بالاعتماد على من هو الفاعل. بنسال نفسنا من هو الفاعل اللي هيكون موجود في السؤال قبل ما اكون السؤال اصلا. هيكون بقول هل انت يو، يبقى اللي بيجي مع يو دو. هل انت مثلا يو برضو. هل هي يعني شي، صح؟ يبقى الفعل هيكون شي، فما ينفعش اسال بدو، هسال بداز، يبقى داز شي وهكذا. تمام. do you live، ركز معايا كده، بصوا كده على الفعل. do you live مصدر، begin مصدر، do مصدر، enjoy مصدر، like مصدر. يبقى الفعل يكون في المصدر دائما في حاله السؤال والايه؟ والنفي. وعندك الاجابه طبعا على السؤال. الكلمات الداله على المضارع البسيط. كلمات الداله على المضارع البسيط معانا هنا adverbs of frequency. يعني ايه adverbs of frequency؟ اللي هو ظروف التكرار. بنبدا من اول واحد always، ما حدش يقول always ده حاجه ثانيه اصلا، عيب. always 100%، يعني بيدل ان الفعل بيتكرر معايا بصيغه 100%، بصوره 100%، كل مره بيحصل نفس الفعل. usually 90%، generally غالبا، often غالبا برضو، sometimes احيانا، occasionally. عندنا seldom و rarely و never. طب دول مثلا معلش يعني بالنسبه لطلبه الصف الاول الاعدادي والثاني الاعدادي ما كانوش خدوا occasionally، خدوها في الصف السادس الابتدائي. بالنسبه للصف الاولى اعدادي اللي داخل اولى اعدادي. بالنسبه لثانوي برضو ما خدوش كل الادفيربس اوف فريكوينسي بالشكل ده، خدنا الاساسي بس always usually، ما خدناش مثلا generally، ما خدناش occasionally، ما خدناش seldom، ما خدناش rarely، دخلنا على never على طول. بس ايا يكن انا عايزك تحفظهم بالشكل ده لان دول البيسك الاساس معانا، ومن الافضل انك تكون عارفهم وعارف كل واحد فيهم بيدي معنى ايجابي ولا معنى سلبي. معنا طبعا اكزامبلز. الفعل اللي هو ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاساسي، يعني always او often او sometimes او خلافه نجيبه قبل الفعل. او الفعل اهو brush نحط قبله الفعل اللي يحط قبله الظرف اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي، اللي هو ظرف التكرار. ظرف التكرار بنحطه قبل الفعل الاساسي. معنا هنا plays برضه نحط ظرف التكرار قبله، معنا play نحط ظرف التكرار قبله وهكذا. طبعا عندنا برضه هنا ايه examples، امثله. الامثله طبعا معانا هنا هنحلها ان شاء الله المره اللي جايه. بعد كده معانا زمن المضارع البسيط البريزنت كونتينوس. يستخدم زمن المضارع البسيط في التعبير عن الشيء، هنعبر عن حاجه بتحدث وقت الكلام، يعني حاجه مستمره وقت ما انا بتكلم او حاجه مستمره في التوقيت الحاضر. يعني مثلا بقول لك والله we are recording a video او some videos، احنا بنسجل بعض الفيديوهات for our students لطلابنا علشان يصبحوا ان شاء الله متفوقين ويجيبوا اعلى درجات. احنا دلوقتي بنسجل، يعني حتى انت شايفني دلوقتي بسجل فيديوز، تمام كده ريكوردنج. فالفعل معانا هنا دلوقتي مستمر، بنعبر عن حاجه مستمره وقت الكلام وانا بكلمك، لحظه الكلام، او حاجه مستمره في التوقيت الحالي. مثلا اقول لك some people بعض الناس
is writing something out there. تمام. بعض الناس مثلا بيكتبوا شيئا ما بالخارج، بيسجلوا حاجات بره، انا قايل لهم يسجلوا شويه حاجات بره ويجهزوا الشغل اللي بعده وكذا يعني. فالمهم يعني هم بيسجلوا وبيكتبوا بعض الاشياء، فبيسجلوا ويكتبوا بعض الاشياء، فمعنى هنا برضو دي حاجه بتحصل في التوقيت الحالي. اقول لك مثلا we are doing a project these days، احنا شغالين على مشروع هذه الايام. مش معنى كده ان انا ممكن اقول لك مثلا ان انا شغال على مشروع ده ممكن اكون شغال من ساعه وبعد ساعه شغال عليه بس لسه مستمر في عمل هذا المشروع. ممكن انام بالليل عادي، ما هو انام واصحى واكمل تاني، بس المشروع مستمر، احنا مستمرين على عمل المشروع ده في خلال هذه الايام، في خلال الشهر اللي احنا فيه، فبرضه الحدث معانا او الفعل معانا مستمر. ده زمن المضارع المستمر. عايزك تعرف حاجه عن زمن المضارع المستمر، ان هو زمن مؤقت. يعني ايه زمن مؤقت؟ يعني زمن مش دايم. مؤقت يعني بيحصل بصوره مؤقته، هو دلوقتي مستمر في الحدث ده، او احنا مستمرين في تسجيل فيديو معين، فبالتالي هخلص واخد نفسي مثلا واريح او اعمل حاجه تانية، فبالتالي الحدث ده معانا مؤقت، بيحدث بصوره مؤقته، على عكس زمن المضارع البسيط اللي شرحناه من شويه. زمن المضارع البسيط هو حدث دائم، بيعبر عن حاجه عاده مثلا، العاده دي دايما معايا، ممكن تستمر معايا حتى الموت. حاجه مثلا بتحصل كل يوم كحقيقه، ان الشمس تشرق من الشرق، فدي برضو حاجه مستمره معايا كل يوم. تمام. فده زمن المضارع البسيط. يبقى زمن المضارع البسيط زمن دائم، اما زمن المضارع المستمر زمن ايه؟ مؤقت، حدث مؤقت هيحدث مثلا لفتره ومستمر لفتره، وبعد كده اكيد لازم ينتهي. معانا بقى زمن المضارع البسيط بيتكون ازاي؟ المضارع المستمر بيتكون ازاي؟ باختصار هنختصر عليك، هنقول لك ان زمن المضارع المستمر يتكون من السبجكت الفاعل، وبعد السبجكت هنجيب فيرب تو بي في المضارع، وبعد فيرب تو بي هنجيب الفعل مضاف له اي ان جي. بس كده 3 اجزاء: فاعل، فيرب تو بي، فعل مضاف له اي ان جي اللي هو الجيرند فيرب، فعل مضاف له اي ان جي. يبقى تاني: فاعل، تمام، ومعانا فيرب تو بي، ومعانا كمان فعل مضاف له اي ان جي. ده زمن المضارع المستمر. تمام. بصوا بقى، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. معانا الفاعل اي مثلا، لو اي طبعا اجيب بعد فيرب تو بي يبقى ايه؟ يبقى ام، وبعد كده الفعل مضاف له ان جي. طب لو هي وشي وات اجيب بعدهم ايه؟ از، وبعد كده الفعل مضاف له ان جي. وي يو ذي او اسم جمع، تمام، اجيب بعدهم ار وبعدهم الفعل مضاف له ان جي، وهكذا. امثله، بعض الاكزامبلز: I am playing، انا بلعب. He is eating، هو بياكل دلوقتي. We are walking، احنا بنتمشى. I am watching، انا اشاهد. She is painting، هي تدهن او ترسم او تلون. They are singing، هم يغنون. I am going to، انا ذاهب الى. تمام. it's jumping، تمام. الحاجه دي او الكلب او القطه او غير العاقل مثلا اعتبرها cat، the cat، القطه is jumping، بتقفز دلوقتي. you are drinking، انت بتشرب. وعندك امثله اكتر. بيقول لك هنا طبعا عند النفي نضيف كلمه not، يعني مثلا ممكن نقول am not، is not، are not، وهكذا. ممكن احنا نختصر مع بعض am not، لا يمكن اختصار am not. طيب is not يمكن اختصارها مثلا تكون isn't، يبقى مفيش اختصار ل am not. isn't، are not تبقى aren't، وهكذا. معلش بس القلم ما ظبطش في الكتابه، ممكن نجيب الeraser نمسح دول. بسم الله. هنكتب هنا ايه؟ aren't. تمام. طيب بعد كده نكمل مع بعض. عندنا بقى شكل السؤال في زمن المضارع المستمر في present continuous. معانا طبعا في المضارع المستمر بنسال بverb to be، يعني كل اللي علينا ان احنا بدل ما كان عندنا بنبدا الجمله الخبريه بالفاعل ثم الفعل المساعد اللي هو verb to be ثم الفعل مضاف له ان جي، هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هجيب verb to be اللي في النص ده واشيله واحطه قبل الفاعل. يعني هنعمل حاجه تقليديه بنعملها لتكوين السؤال، how to make a question in English. هتعمل ازاي سؤال في اللغه الانجليزيه؟ تقديم الفعل المساعد. جميع الطلبه بتوعي حافظين العباره دي، تقديم الفعل المساعد، الهيلبنج فيرب او الفعل الناقص، الموديل فيرب على الفاعل. يبقى تقديم الفعل المساعد او الفعل الناقص على الفاعل. تمام. معانا مثلا مستر الجمله بتاعتنا بتتكون من السبجكت الفاعل، وبعد السبجكت بحط فيرب تو بي اللي هو ام واز وار عشان احنا في المضارع المستمر، وبعد كده الفيرب بضاف له ايه؟ اي ان جي. فين الفعل المساعد؟ قال لي الفعل المساعد معانا ام واز وار، نعمل فيهم ايه؟ نقدمهم على الفاعل. يعني نسال سؤالنا بام او باز او بار. اهو هنسال بام، هنسال باز، هنسال بار. طبعا ده على حسب من هو الفاعل. يعني ام مثلا هنسال مع الضمير اي فقط، از هي وشي وات،
ار هنسال بار مع مين؟ مع الوي واليو والذي والاسم الجمع، وهي والشي والليتو معاهم الاسم المفرد برضه. ركز معايا كده لو سمحت. هتلاقي معانا هنا هنجيب بس اللون مختلف، ممكن نجيب اللون الاصفر ده، تمام. هتلاقي معانا هنا الفعل مضاف له اي ان جي، وهنا الفعل برضه مضاف له اي ان جي، وهنا برضه الفعل مضاف له اي ان جي. اذا مستر الفعل بيكون مضاف اليه اي ان جي في جميع الحالات، سواء جمله منفيه، جمله مثبته، جمله سؤال، دايما الفعل مضاف له اي ان جي في الازمنه المستمره او از. ما هو يا جماعه الاي ان جي دي هي اللي بتعبر عن الاستمرار، هي اللي بتدل على الاستمرار. اسم مضارع مستمر، مضارع يعني ام واز وار، verb to be in the present. مستمر يعني الفعل مضاف له ان جي، خلصانه. مضارع مستمر يعني verb to be في المضارع وفعل مضاف له ان جي عشان يبقى اسم على مسمى. تمام. معانا هنا بقى دلوقتي is my mother، بعض الاسئله is my mother eating fruits now؟ هل الام تاكل الفواكه الان؟ yes she is. are you studying او هل انت تدرس او تذاكر English؟ هل انت تذاكر الانجليزيه؟ yes no او no I am not. لا مش بذاكر انجليزي والله دلوقتي، يعني بذاكر حاجه ثانيه. is سالم looking for او look for على بعضها فعل اصطلاحي بمعنى يبحث عن. هل سالم يبحث عن a job وظيفه؟ yes he is. طبعا لما جيت جاوبت بعمل ايه؟ بحط yes او no، وفي كلتا الحالات لازم yes او no يكون بعدهم ايه؟ كوما. تمام. يس هي، بعد كده طبعا بجيب الفاعل، ضمير الفاعل الموجود في الجمله. بعد كده طبعا انا ببدل، يعني بحط المفروض ببدل الاثنين دول ببعض، مثلا از وسالم، وجبت مكان سالم جبت له ضمير فاعل هي، وبعد كده از بدل ما هي كانت تقف في الاول في الاجابه بقى او في الجمله الخبريه بتكون طبعا بعد الفاعل يبقى يس هي از. تمام. بعد كده طبعا معانا استخدامات زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر زي ما قلت لك بيعبر عن شيء الذي يحدث وقت الكلام او لحظه الكلام، وممكن مش لحظه الكلام بالظبط يعني. يستخدم المضارع المستمر للتعبير عن اشياء تحدث بشكل متكرر، حاجه بتحصل بشكل متكرر زي he is always coming late to work. لو انا عايز اعبر عن التضايق، انا متضايق من حد، اقول لك مثلا this student، هذا الطالب always او you are always coming late. انت دايما بتيجي متاخر. انا متضايق ومتضايق ان الطالب ده بيجي متاخر، كل مره يجي الحصه متاخر. you are always coming late. او حطيت always فين يا مستر؟ اصلا always ده يا مستر احنا خدناها في زمن المضارع البسيط من الادفيربس اوف frequency، ظروف التكرار، وقلنا عليها ان هي بتدل على مدى تكرار الفعل، ومن الكلمات الداله على المضارع البسيط. اللي جابها دلوقتي معانا في المضارع المستمر، يمكن استخدام ظروف التكرار في المضارع المستمر للتعبير عن شيء بيتكرر بصوره مستمره وانا متضايق منه وبشتكي. he is always coming late to work. هو دايما بيجي الشغل متاخر. he is always calling me at night. دايما بيكلمني بالليل وانا ببقى نايم. يعني عيب يا جماعه حد يرن على حد الساعه 1 يسالني على ميعاد درس ولا بتاع. بهزر طبعا، انتوا تشرفوني في اي وقت، وحضرتك تقدر تدرس معايا في اي وقت. يستخدم المضارع المستمر للتكلم او للتحدث عن المستقبل. حته جديده لطلبه الصف الثالث الاعدادي. تمام. بالنسبه للثالث اعدادي حته جديده، وتاني اعدادي كمان. تمام. معانا كمان من بدايه من الصف الاول الثانوي لازم تكون عارفها ان المضارع المستمر بيستخدم لتعبير المستقبل. انت بتقولها يا مستر تخريف؟ لا، المضارع المستمر بيعبر عن المستقبل في حاله الارينجمنتس الترتيبات. لما يكون في ترتيبات وكلمات معينه بتبقى موجوده في الجمله بتخليك تختار مضارع مستمر. معنا هنا مثلا بنقول احنا هنستخدم المضارع المستمر للتحدث عن المستقبل، عن اشياء تم التخطيط لها مسبقا. تم التخطيط لها ايه؟ مسبقا. we are going to Cairo tomorrow. احنا رايحين القاهرة بكرة، احنا مخططين وعندنا arrangements ترتيبات وهكذا. what are you doing next week؟ هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي؟ are بعد الكلمة الاستفهامية فعل مساعد are، والفعل مضاف له ing، معنى ان في فعل مساعد verb to be فعل مساعد، ومعانا فعل مضاف له ing، يبقى ده زمن مضارع ايه؟ مضارع مستمر. يستخدم ايضا المضارع المستمر للتعبير عن التغير او التطور، حاجة مثلا في ازدياد. يعني مثلا والله يا جماعة احنا في مصر مثلا النهارده تقريبا 110 مليون او 120 ايا يكن، فاحنا دايما في زياده. بسم الله ما شاء الله، طبعا ربنا يبارك في كل الشباب ويبارك في الناس اجمعين. تمام. احنا دايما في زياده، فالموضوع في تزايد، عدد السكان في تزايد وما زال في تزايد، بس ممكن يجي في مثلا فتره معينه توقف. صح، هو حدث برضه مؤقت. معانا the child is growing، ده مثال بسيط. او خلينا ناخد مثال لعدد السكان الاول،
the pop حرف اليو مقروء ضع تحتوي علامة صح. The population of the world is increasing very fast. هنعلم لك على is increasing اهو is و increasing مع بعض. is verb to be تمام. increasing فعل مضاف له ing بده زمن ايه يا شباب؟ زمن ايه يا شباب ده؟ مضارع مستمر. يبقى the population of the world اللي هو تعداد السكان للعالم is increasing very fast. يزداد بسرعة. تمام نفس الفكرة. The child is growing. الطفل يكبر بسرعة. حدث فيه تزايد أو تغير أو تطور. الكلمات الدالة على المضارع المستمر now, today, at the moment حفظ. at the moment look, listen. وبعد look أو listen لازم يكون في exclamation mark. تضيفها أنت معاك في ال PDF بتاعك لو أنت طبعته. look, listen, this week, this month, this year, at present في الحاضر. بعد كده طبعا معانا some examples. I'm reading now. أنا أقرأ الآن. They are eating at the moment. هم يأكلون في هذه اللحظة. The cat is sleeping at present. القطة تنام أو is sleeping تنام at present في الحاضر. We are playing football today, this week, this month, this year. إيه ده يا مستر؟ يعني this زائد أي مدة زمنية بتعبر عن مدة زمنية بتعبر عن المضارع الإيه؟ المضارع المستمر. تمام. وبكده نكون خلصنا مع بعض زمن المضارع المستمر. وان شاء الله طبعا الاسئله الخاصه بيه هنحلها معانا الحلقه القادمه باذن الله. ندخل سريعا بعد كده معانا زمن الماضي البسيط. زمن الماضي عشان يبقى خدنا بقى مضارع بسيط وخدنا مضارع مستمر وخدنا ماضي بسيط. بس الفيديو بتاعنا مش طويل ان شاء الله يكون تقريبا ساعه وخمس دقائق يعني ان شاء الله ما يكونش طويل يعني. معانا زمن الماضي البسيط زمن سهل جدا انت خدته كتير جدا. زمن الماضي البسيط زي ما المضارع البسيط كان بيتكون من الفاعل ثم الفاعل والفعل كان بيكون في المضارع بس فاعل ثم الفعل ده مضارع بسيط. والفعل ساعات بيضاف له اس واس واي اس لما يكون الفاعل اسم مفرد او ضمير مفرد غائب عشان ما حدش يقول يا مستر طب ما الاي مفرد اشمعنى الاي ما جاش بعدها الفعل مضاف له اس؟ اشمعنى هي وشي بقت؟ لا ما هو ضمائر المفرد الغائب. ضمائر المفرد الغائب والاسم المفرد ياتي بعدهم الفعل مضاف اليه اس او اس او اي اس. اما بالنسبه لباقي الضمائر والاسم الجمعي ياتي بعده الفعل في المصدر البيسك فورم اوف ذا فيرب. معانا دلوقتي بقى زمن الماضي البسيط سهل جدا برضه بسيط. فاعل ثم الفعل في التصريف الثاني. فاعل ثم الفعل في التصريف الثاني اهو V2. احنا جايين النهارده نتكلم عن الV2 الفعل في التصريف الثاني. لما نتكلم عن الفعل في التصريف الثاني فانا عايز اقول لك ان الفعل في التصريف الثاني له اكثر من نوع. اهو يا سيدي لو بنتكلم عن زمن الماضي البسيط هنقول ان زمن الماضي البسيط بيتكون من الايه؟ السبجكت وبعد السبجكت بنجيب V2. انا عايز بقى اكلمك عن V2 ده اللي هو التصريف الثاني للفعل. التصريف الثاني للفعل يا سيدي له اكثر من شكل. لا اما مثلا يكون فاعل منتظم اهو regular verb ممكن نقول اهو فاعل فاء دوت ام يعني فاعل منتظم او فاعل ممكن يكون غير او غين ميم غير منتظم. تمام كده يبقى تاني معانا الفعل رقم 2 اللي هو الفعل اللي في الماضي البسيط يكون في التصريف الثاني. الفعل ده ممكن يكون تصريف ثاني ممكن يكون فعل منتظم مضاف له دي او اي دي او اي دي. ممكن يكون فعل غير منتظم ولا حافظه معايا من ضمن الافعال غير منتظمه. تمام زي مثلا مثال عندنا مثال هنا مثلا اهو عندنا مثلا play played work worked help helped live lived clean cleaned like liked want wanted وهكذا. معانا كمان افعال غير منتظمه زي ايه بقى الفعل غير منتظم؟ eat ate في الماضي انا حافظ التصريف الثاني ده تصريف ثاني. drink drank ده تصريف ثاني. have had ده تصريف ثاني. come came ده تصريف ثاني. التصريف الثاني بتاع اسمه come برضه نفس الاولاني مثلا. تمام فانت بتكون حافظ 3 تصريفات للفعل. احنا هنحتاج بس معانا في الدرس ده في الماضي البسيط هنحتاج التصريف الثاني للايه؟ للفعل. عايز اشاور لك على حاجه كمان ان الفعل في التصريف الثاني ده ممكن يكون verb to be ممكن يكون was ممكن يكون were مظبوط كده. was were بقى هستخدمهم امتى؟ تاني اهو معانا was were هستخدم was were امتى بقى يا شباب؟ في حاله التعبير عن صفه او اسم. في حاله التعبير عن صفه او ايه؟ او اسم تاني. يعني مثلا الجمله ما فيهاش فعل. الجمله ما فيهاش فعل مثلا اقول لك مثلا هم كانوا سعداء او هم كانوا في الحديقه او they صغر حجم الخط شويه عشان نعرف نكتب الجمله بالكامل. they was ولا were بعد they؟ قال لي were they were at the park هم كانوا في الحديقه اهو they were at the park. هنا الجمله دي ما فيهاش فعل اساسي فبالتالي لما جيت استخدم فعل معايا جبت verb to be لعدم وجود فعل اساسي اهو they were at the park. يبقى ممكن ال V2 دي جمله برضه في الماضي البسيط ممكن ال V2 الفعل التصريف الثاني يكون فعل منتظم
فعل غير منتظم، ولو ما فيش ده ولا ده بجيب بقى فعل مساعد يساعدني، لان في قاعده مهمه جدا لازم تكون عارفها، ان ما فيش جمله في اللغه الانجليزيه ما فيهاش فعل، لازم الجمله يكون فيها فعل. الاستخدام يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في الماضي، حاجه بدأت وانتهت في الماضي، انتهت يعني حاجه اصلا بدأت تمام واحنا فيها خلاص وانتهت يا سيدي. عايزين بس نجيب الاوبشنز اللي تحت، شايف الاوبشنز مش جايه ليه بس ما علينا. معانا some examples. I played football yesterday. انا لعبت كره القدم بالامس. We went او حاجه حصلت وخلصت. We went to the cinema. نحن ذهبنا للسينما last week. رحنا السينما الاسبوع اللي فات. خلاص هل باين عليا ان انا رحت السينما يا جماعه؟ باين عليا السعاده؟ لا ما انا كده يعني الحمد لله ان شاء الله نكون سعداء على طول. بس ما فيش حاجه تدل لي ان انا كنت في السينما الاسبوع اللي فات، بس انا بحكي لك حاجه حصلت في الماضي وانتهت. ده زمن الماضي البسيط. او they watched فعل منتظم تصريف ثاني. They watched TV last night. شاهدوا التلفاز ليلة الأمس. I lived in the Cairo أو I lived in Cairo. أنا عشت في القاهرة. We enjoyed the party last summer. نحن enjoyed استمتعنا the party بالحفلة last summer الصيف الماضي، وهكذا أمثلة كتير جدا. بعد كده معانا طبعا شكل السؤال في زمن الماضي البسيط. طبعا ماضي بسيط هستخدم فعل مساعد معاه واحد بس did مع كل ضمائر الفاعل اهو. يبقى نسأل بكلمة did وبعد did احط هي او شي او ات او وي او يو او ذي اسم مفرد اسم جمع مع اي ضمير فاعل او مع اي فاعل عموما سواء اسم مفرد او ضمير او اسم جمع، وبعدهم طبعا الفعل في المصدر. يبقى الفعل هيرجع للمصدر الثاني في حاله السؤال. مش فاهم؟ تعال كده نفتح الوايت بورد بتاعتنا. طلع على يا سيدي احنا معانا مثلا جمله في الماضي البسيط. بنقول ايه بقى في جمله في الماضي البسيط؟ بقول لك مثلا we played مثلا played video games او football، لعبنا كورة yesterday. احنا قلنا من شوية اللي هيحصل لما نيجي نعمل سؤال في الماضي البسيط، قلنا احنا نسأل بكلمة ايه؟ did صح؟ اهو did في الاول مفيش مشكلة. بعد did بنجيب الفاعل، ما هو سؤال بهل مثلا صح؟ فين الفاعل؟ did we هل نحن. المفروض بقى دلوقتي احنا معانا الجمله الاولانيه اهي we played football yesterday. الجمله الاولانيه دي فيها كام فاعل؟ فيها واحد بس اللي هو played. تمام. طب الفعل ده في التصريف الكام؟ التصريف الثاني. مفيش مشكله. طب خلينا بقى نركز بقى في النقطه اللي جايه دي كده. did we انا بعمل سؤال، بحاول اعمل سؤال علامه استفهاميه. did we اختار اللون الاحمر. did we ينفع اقول played؟ ولو ما ينفعش قول لي يا مستر السبب ايه؟ معانا هنا played V2 تصريف ثاني للفعل مظبوط، ومعانا did كمان تصريف ثاني للفعل، تصريف ثاني وتصريف ثاني صح كده؟ ازاي بقى هيكون في السؤال او في الجمله عموما سواء سؤال جمله خبريه ايا يكن هيكون في 2 تصريف ثاني؟ مش هينفع الكلام ده، مش هينفع الاثنين يكونوا في نفس الزمن، ممنوع. تمام كده مش هينفع. قال لي طب نعمل ايه بقى في القصه دي بقى؟ قال لك خلاص انت مجبر حضرتك انك تحط الفعل الاساسي بتاع الجمله يكون في المصدر، علشان خلاص بقى معانا تصريف تاني هنا هو did، وده ما نقدرش نستغنى عنه. يبقى did we play، وعشان كده بنترجم الفعل داخل السؤال على حسب من هو الفعل المساعد. did we play هل نحن لعبنا، او هل انتم، انا عايز بقى ابدل وي ديت تمام بيو عشان اقول لهم هل انتم. did you play هل انتم لعبتم كره القدم yesterday بالامس؟ طبعا يجاوبوا يقولوا لي طبعا yes او يقولوا لي no. yes we did او no we didn't. تمام كده؟ كل ده عشان اقول لك احنا ليه بنحط الفعل في المصدر في حاله السؤال. يبقى دايما حضرتك تحط لي الفعل في المصدر في حاله السؤال وفي حاله النفي. طب اشمعنى؟ عشان خلاص احنا استعنا بفيرب تو دو، جبنا دو في الماضي بقى اسمه did بقى تصريف تاني. ما ينفعش اجيب فعل الجمله اللي هو الجمله الاستفهاميه، ما ينفعش كمان هو كمان اجيبه تصريف تاني، يبقى تصريف تاني وتصريف تاني ما ينفعش. يبقى لازم فعل الجمله يكون في التصريف الايه؟ التاني. تمام. معانا هنا طبعا السؤال الكويستشن. عند السؤال نستخدم عند السؤال في زمن الماضي البسيط نستخدم الصيغه التاليه. عندنا did I او اي ضمير فاعل ايا يكن I he she it والمصدر في الاخر. معانا كمان لو عايزين نكون سؤال بكلمه استفهاميه بالكويستشن وورد زي ما انت شايف كده، هنبدا بالكويستشن وورد، بعد كده did، بعد كده he وشي وات اي ضمير فاعل، وبرضه في النهايه ايه؟ مصدر. عندك امثله we did go when did he go back home. متى هو رجع للمنزل؟ رجع امتى البيت؟ what did you do yesterday؟ ما الذي انت فعلته بالامس؟
ما الذي انت فعلته بالايه؟ بالامس. تمام. بعد كده معانا اكزامبلز. تمام. بعد كده معانا اكزامبلز. طبعا did you play اهو الفعل play هنا يا شباب. امسك بس القلم هنا. did you play هل انت لعبت؟ يا مستر والله اسمه بلاي يلعب يا ابني، ما احنا بنترجم الفعل داخل السؤال على حسب من هو الفعل المساعد. معايا فعل مساعد بسأل بيه اللي هو did، ودid بيأتي في زمن الماضي البسيط، فترجم الفعل معايا في الماضي واقول did you play هل انت لعبت فوتبول كرة القدم؟ yesterday. did you go ما ينفعش برضه اترجم جوه واقول يذهب، لا did you go هل انت ذهبت to the park yesterday، وهكذا. تمام. بعد كده معانا اكزامبلز اكتر. معانا هنا بقى الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط. yesterday last زي اي مده زمنيه، last week last month last year وخلافه. ago بس تاتي في نهايه الجمله، يعني ago بتيجي في النهايه، بتيجي في الاخر عشان بياتي قبلها المده الزمنيه. اقول لك مثلا 2 hours ago منذ ساعتين، وان زائد اي سنه ماضيه، وفي اكتر طبعا زي once وخلافه. بعد كده طبعا معانا برضو اكزامبلز، وان شاء الله هنحل ان شاء الله طبعا كل الاسئله الموجوده على زمن الماضي البسيط، ونبدا ان شاء الله المره اللي جايه في الماضي المستمر، ونتكلم برضو عن التفرقه بين المضارع البسيط والماضي البسيط والمضارع المستمر والماضي المستمر. وان شاء الله تكون الحلقه، انا بعتذركم طبعا عن ان الحلقه ممكن تكون طالت عليك شويه، بس والله ده لافادتك، وان شاء الله تكونوا استفدتوا اكبر استفاده. كان مع حضراتكم مستر احمد ابو سمره مدرس اللغه الانجليزيه لجميع المراحل. اتمنى لكل طلاب الاعزاء التفوق والنجاح باذن الله والحصول على اعلى الدرجات، وانتظروني في كورسات اكتر من كده بكتير، سواء كورس الصوتيات القادم ان شاء الله على القناه، او كورسات اكتر للكتابه وتعليم كتابه الفقره، وان احنا ازاي نحصل على الدرجه النهائيه في الباراجراف او في الاسي في الثانويه العامه. وبالمناسبه في الثانويه العامه بقت فقره، ما بقتش اسي، بقت فقره مكونه من 6 سطور بس ليها ضوابط ولوازم لازم نمشي عليها. وان شاء الله اشوفكم ناجحين دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.